اهلا بيكم في Q&A. انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان ارد على سؤال. السؤال كالاتي: انا بشتغل 12 ساعة، عنديش غير 3 ساعات بس في اليوم، منهم ساعة ونص بروح الجيم، ومستواي في الانجليزي B1، والمستوى بيتحسن ببطء. هل انا اسيب الشغل عشان احسن الانجليزي؟ الاجابة لا. في الزمن اللي احنا فيه دوت وفي الظروف اللي احنا فيها لا، ما تسيبش الشغل. ما تسيبش الشغل عشان انك تحسن الانجليزي، لا. كمل كمل في الشغل، وكمل في اللي انت بتعمله حتى لو التقدم بتاعك بطيء. بس انا في حاجه هقولها لك، يعني عايش بجد، والله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. احمد ربنا على النعمه والفضل اللي انت فيهم بجد، لان انت كده بتسعى في طلب الرزق، وبتسعى في انك تحسن من نفسك، وبتلعب رياضه، فدي حاجات جميله جدا. هنا ممكن انصحك بايه، او ان انا لما مريت تقريبا بظروف زي دي عملت ايه، في حاجه اسمها تايم مانجمنت، يعني اداره الوقت. طب انا هدير وقتي ازاي؟ ما انا مش لاقي وقت، انا بشتغل 12 ساعه. الامر بكل بساطه: هل الجيم، بما ان انا كنت بلعب رياضه، فانت ففي الصيف انت بتروح من 3 ل 4 ايام، ما ينفعش انك تزود على كده الا لو انت داخل بطوله بقى، دي حاجه تانية. لو انت في الشتاء بتلعب تقريبا 5 ايام، حسب، ممكن تلعب 6 ايام زي ما انت حابب. لكن في وقت الصيف من 3 ل 4 ايام، فليكن مثلا 4 ايام، فتبقى 3 ايام في الاسبوع. جميل، يعني انت كل يوم وفرت في ال3 ايام دول ساعة ونص. وانت كل يوم في الوقت اللي انت بتروح فيه للشغل، في تقريبا نقدر نقول نص ساعة او ساعة ممكن نستغلها في الاستماع. طب انا كل يوم هتدرب ايه؟ محتاج انك تتدرب على حاجتين: الشادوينج، او انك تسمع فيديو وتفضل انك تربيت اللي بيحصل، وتحاول انك تماستر الجمله اللي بتتقال بشكل كويس. ده هيساعدك كتير. انا كنت بعمل حاجه زي كده اسمها رول بلاي، ما كنتش اعرف انها اسمها شادوينج بصراحه يعني. بس الصراحه الموضوع ده فادني. بس خلي عندك صبر عشان تقدر انك ايه، يعني تجيب الصوت اللي انك بتسمعه، وما تستعجلش في انك تخلص فيديو. لا، يعني عيد الحاجه مره واثنين وثلاثه، خلي عندك صبر. وكل ما بيكون عندك صبر في انك تتعلم الحاجه، اللغه هتيجي مع الوقت. بعد كده، بعد الشادوينج، تمام، وهنستخدم وقت المواصلات في الاستماع، القراءة. محتاج انك تقرأ كتير. طب اقرأ لمين؟ اقرأ لايه؟ الامر بكل بساطة: انا عن نفسي لما حبيت ان انا اهتم بالقراءة، قريت الموضوعات الخاصة بايجي هوك. ما انكرش انها ساعدتني، لان الحصيلة اللغوية فيها كانت كويسة جدا. وبصراحة لما جيت شفت المستوى، هو مستوى ما بين B2 C1، فالفوكاب كان تقيل ومهم. حتى النطق بتاعه بياخد وقت عقبال ما انت تبتدي تجيب الصوت بتاعه، فده بيفرق معاك كتير جدا. والموضوع برضه عايز صبر. انت لو تقدر تخلص توبيك واحد مثلا في اسبوع او في 10 ايام، دي حاجه كويسه جدا. فانت ماشي على اقل من مهلك. انت كل يوم مثلا بتقرا مثلا من تلت لنص ساعه يوميا، يعني في خلال 10 ايام انت بتقرا تقريبا، نقدر نقول approximately 5 ساعات. فده حلو قوي، مش وحش. بجانب ان انت بتركز على مهارة الاستماع، بجانب انك بتشغل لسانك كتير، بجانب انك بتركز على الصوتيات، صوت الكلمة بتنطق ازاي. ده مهم قوي. كمل في شغلك لحد ما ان شاء الله تلاقي فرصة احسن بعدد ساعات اقل، وبحيث انك مستواك دلوقتي B1، فانت ممكن تركز على نفسك شوية، وتركز انك تدخل انترفيو في الوقت الحالي اللي انت فيه، عشان تبتدي تاخد فيدباك وترجع تقدم كمان مرة تانية كمان شهر او شهرين، ايا كان. ده هيفرق معاك اكتر واكتر. بالتوفيق والسداد ان شاء الله. لو في اي سؤال هكون مرحب جدا ان انا اسمع منك. سلام.